إذا تعدى شخص على شخص آخر بالضرب فهذه الواقعة تسمى بجنحة الضرب في قانون العقوبات المصري، ولا بد من توافر أدلة حتى تحكم المحكمة بإدانة المتهم في هذه الواقعة. وهذه الأدلة هي عبارة عن التقرير الطبي وشاهدين وتحريات المباحث الجنائية وفقا لنص المادة 241 من قانون العقوبات المصري، التي نصت على كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنين أو بالغرامة بقيمة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد عن 300 جنيه. أهلا بكم في القانون وما فيه مع محمد منصور.